سنختصر. ننجز قبل العشاء. تمام. لا لن أسأل كثيرا، أنا سألغي الأسئلة وسأسأل سؤالين فقط. في النهاية يعني هذا الحوار للتاريخ. ماذا تريد أن يبقى من أستاذ زينهم البدوي في ذاكرة مصر؟ لن يبقى منا سوى ما نعطي. ما نأخذه سيذهب أدراج الرياح. شأنه شأن العوارض لا بقاء له. سؤال سريع. نعم. لو أردت أن تلخص رحلتك في بيت شعر واحد ماذا تقول؟ مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشى. مداخلة أخيرة لأستاذنا ومعلمنا الأستاذ خالد طلبها منذ قليل وأنا سهوت معذرة. هو السؤال بعيد عن الأدب والشعر، هنعتبره سؤال ترفيه، وأتمنى أن تبدأ الإجابة بأنه سؤال غاية في الأهمية. أما السؤال نسمعه. أجرجرك يعني هجيب رجلك. عندما سئل الأستاذ زينهم البدوي تحديدا سنة 83 السؤال أنا يعني اللي كنت سألته له في تسجيل كاسيت اللي كان منتشر في هذا الوقت. وكنت أنا قايم بدور المذيع صحيح، والأستاذ زينهم قايم بدور الضيف. تبادلنا الأدوار. فأنا بقول له بكل تلقائية ما هو الحب من وجهة نظري؟ فرد وقال هو بهاء الكون وهناء، هو جمال الدنيا وزن. البيت تفسيره صعب لا يفهمه إلا خاصة الخاص، وأنا أعتبر نفسي من خاصة الخاص. نعم صدقت. فإحنا هنسمع منه إذا لم يكن هناك مانع يعني من إن أنت تفسر البيت ده يعني معناه إيه. يعني تفسره إحدى القصائد التي وردت في ديوان عبير من الفردوس. تمام. نعم. والبيت قال تمام. لا نريد أن نعلمه جميعا حتى نعلم تفسيره. الحب هو بسأله عن الحب هو بهاء الكون وهناه، هو جمال الدنيا وزن. صح. هو التفسير موجود في إحدى القصائد التي وردت في ديوان عبير من الفردوس. رسالة إلى أبيها، وكانت لها توطئة نثرية تقول الكلمة أداة العقل في تحويل الاقتناع إلى عمل، والكلمة المعبرة عن الإرادة الخيرة في حلبة الصراع بين الحق والباطل ينبغي أن تكون أقوى من القوة وأصلب من الفولاذ حتى يؤمن من لم يؤمن بأن حاصل ضرب 2 في 2 يساوي 7. من حصاد هذه العملية الحسابية الدقيقة كانت هذه الرسالة إلى أبيها: من ليمن ما يحوي جيبي وكنوز العالم في قلبي، هل يوجد في هذه الدنيا من يملك جزءا من حبي؟ ملك وثمارك مملكتي، وإليك حساب الأرصدة، نبضات فؤاد لا تحصى في بنك الخالق يا أبتي، يدهشك حديثي وكلامي فتراه نسيج الأحلام عذرا، فحروفي من لغة قد تبدو فوق الأفهام، لكني من نبع الفطرة صيغ البنيان مع الفكرة، وحباني الخالق آيات أفليس بذلك من عبرة؟ اسمعها علك تلقاها بفؤاد يدرك معناها، وبعقل لا يجحد نعما بل يحيا في ظل شباب. فقري وكفاحي وعنائي أركان في صرح ثرائي، وبغير ثبات وصمود لا أعرف معنى لبقائي، في عمق المحنة يا أبتي كالطود الشامخ تلقاني،
وسأبقى دوما أعلنها: إني تلميذ الحرمان. هناك 15 سؤالا الإجابة بكلمة أو كلمتين، يعني حتى لو نطلع على المستمعين. تحت عنوان دكتور زويل: أسئلة عميقة باستخراج ما لا يقال عادة. السؤال الأول: لو لم يظهر ذاك المعلم الذي دافع عن تعليمك، أين سيكون زلم البدوي اليوم؟ سيكون حيث قدر الله له. السؤال الثاني: ماذا أخذت من البحر أكثر مما أخذته من الكتب؟ الصفاء مع النفس. السؤال الثالث: هل ما زال الصياد القديم يعيش داخلك رغم المناصب؟ وسيظل إلى يوم يبعثون. وسيظل إلى المناصب. السؤال الرابع: ما أول مرة بكيت فيها بسبب كلمة أو قصيدة؟ في ليلة النصف من شعبان يوما ما، في ليلة من ليالي القرون الصافية، في مدرسة القرون الإعدادية، هي تحت الإنشاء الجديد، وبصحبة رجل بسيط نقي السريرة الشيخ عبد المقصود رحمة الله عليه. تمام. السؤال الخامس: هل ظلم الإعلام الشعر أم خدمه؟ ظلمه في تلك الحالة الأيام اللي احنا فيها، كما ظلم طاهر أبو فاشا، ووضع كتابا عنوانه: من أدركتهم حرفة الأدب بضم الحاء. وخدمه لأني أرى أن المبدع في داخلي أضاف لمهنتي، وأن مهنتي أضافت إلى الإبداع القدرة على الإلقاء الذي ينفذ إلى سويداء القلوب، الإلقاء الذي ينفذ إلى الوجدان قبل أن يصل إلى الآذان. السؤال السادس: من الشخص الذي تدين له بالفضل ولم يأخذ حقه من الذكر؟ والله ليس شخصا واحدا، كثيرون. أكيد من المؤكد أناس يعدون علامات على الطريق في كل حقبة من الحقب، وفي كل مرحلة من المراحل كان المولى عز وجل يقيض لي من يأخذ بيدي من حيث لا أدري ولا أحتسب. السؤال السابع: ما اللحظة التي شعرت فيها أنك انتصرت على ظروفك؟ هي اللحظة التي لم أكن أثق بأن ثقبا في الباب الموصد في مبنى الإذاعة والتلفزيون يمكن أن يفتح، فإذا بي أجتاز اختبار المذيعين وأوفق، ويكون ترتيبي الأول على الناجحين. السؤال الثامن: ما الثمن الذي دفعته مقابل النجاح؟ كل ثمن يدفع دون مساس بعقيدتي أو قيمي أو مبادئي يهون، ولا وزن له ولا قافية. السؤال التاسع: هل هناك حلم لم يتحقق حتى الآن؟ سيظل لدي أحلام لم تتحقق حتى يأتيني اليقين. السؤال العاشر: ماذا تعلمت من الميكروفون ولم تتعلمه من الحياة؟ الميكروفون شأنه شأن بقية الأشياء في الحياة. يمكن أن يكون معلما لو وضعته في حجمه، لكن حين يستعبدك تتحول أنت إلى خادم له. والحمد لله الذي نجاني وسلمني من هذه الآفة. السؤال 11: من أكثر شخصية حاورتها وتركت أثرا فيك؟ ليس شخصا واحدا، وإنما شخصيات عديدة يضيق المجال عن ذكرها الآن. ربما تتاح الفرص لكي أتحدث عن كل من صادفتهم في حياتي، أجريت معهم حوارات أم لم يحدث،
لكن شخصيات لها أثر حميد وأثر إيجابي، وفي علاقتي بهم دروس وعبر يمكن أن تستخلص من هذه العلاقة. السؤال هل من الممكن أن يجمعوا في مؤلف؟ ولما لا؟ سيرة ذاتية. السؤال الثاني عشر، هل أخطأت في حق أحد في رحلة العمل وتودى الاعتذار له؟ ليس خطأ مقصودا، إنما هو من قبيل المداعبة ربما، يعني على غرار. زميل لنا، زميل عزيز، يوما ما كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي، فأجبته على الفور: ولا تزال يا بني. لا تزال. هذا من قبيل المداعبة. السؤال الثالث عشر، متى شعر الأستاذ زينهم البدوي بالخذلان؟ المبدع الذي يحيا حياته ويعيش في حالة صفاء مع النفس لابد أن يكرس كل اهتمامه للتعبير عن الهم العام، والتعبير عن الهم العام يشعرك في كثير من الأحيان بأنك مهما تبذل من تضحيات لن تجني ثمرة لك، ربما يجني غيرك ثمرة ما تصنع. السؤال الرابع عشر، ما أصعب قرار اتخذته داخل اتحاد الكتاب؟ أن أؤمن برسالتي النقابية. النقابة العامة لاتحاد الكتاب مصر هي نقابة النقابات. لدينا الطبيب المبدع والمحامي المبدع والمعلم المبدع والإعلامي المبدع، كل المهن لدينا. آليت على نفسي أن أتعامل مع الجميع دون النظر إلى أي توجه أيديولوجي ينتمي إليه هذا المبدع، ولا أتخذ من أي ذريعة حجة للتقصير في أداء واجبي نحوه على الإطلاق. ومهما يكن من سوء فهمه لي أو عدم ارتياحي لموقفه، كل هذا أجنبه بعيدا عن أداء واجبي نحوه. السؤال الخامس عشر والأخير، ماذا تخشى على الثقافة المصرية منه اليوم؟ تزييف الوعي. وعي مزيف يعني أن لا جدوى للثقافة ولا للمعرفة ولا لأي شيء في الحياة. حسبك أن تكون واعيا، ووعيك غير قابل للتزييف. أترك لك دقيقة واحدة لتنهي اللقاء كإذاعي نتعلم منه. اللقاء ممتد، ولكن يسعدني ويشرفني أن أسعد بلقائكم في كل وقت.